الأربعة اللي قدام حضراتكم دول هما سبب فساد الرياضة المصرية: هاني أبو ريدة، أشرف صبحي، أحمد مجاهد، أحمد دياب. مفيش بطولة خسرناها وطلعوا واعترفوا قالوا احنا خسرنا، وهنبدأ نبني على نقاط السلبية والنقاط الإيجابية هنبدأ نطور فيها، ولكن هما بيفعلوا كل شيء من أجل المصالح الشخصية، من أجل الكرسي. أسباب كتير بتنتقد محمد صلاح وأنا أول واحد بنتقده. محمد صلاح ما ذنبوش حاجة، ولكن رأس الأفاعي اللي قدام حضراتكم دول هما السبب في اللي محمد صلاح وصل له. هما اللي عينوا له بوديجاردات، هما اللي ادوا له شرط القيادة، هما اللي خلوه في مكانة هو ما كانش مستنيها، لأنه هو نجم كبير في أوروبا. الأربعة دول مجموعة قليلة من العصابة الكبيرة اللي بتدير الكرة المصرية. فشل في كرة القدم مع المنتخبات، فشل في تنظيم البطولة المحلية، فشل في إدارة الأندية. خلوا الأندية أو عاوزين كل الأندية تبقى أندية شركات من أجل المصالح الشخصية. شفنا أندية كتير بيديرها ناس منهم أحمد دياب في فيوتشر، عندك أشرف صبحي ابنه بيلعب في غزل المحلة، عندك مش عارف أحمد مجاهد ده لازمته إيه أصلا في اتحاد الكرة المصري، هاني أبو ريدة صاحب الصفر الشهير في 2010 صاحب المشكلة مع المنتخب الجزائري، والنهاردة هاني أبو ريدة بعد ما فشل تاني في الأولمبياد 2019 بيرجع إن هو يمسك الكرة المصرية. بيكافئوه علشان خاطر فشل قبل كده وفشل مرتين ثلاثة، لا هنجيبك نمسك اتحاد الكرة تاني علشان تكمل فشلك. هما الأربعة دول رمز فشل الرياضة المصرية، ولن تتطور الرياضة المصرية طول ما دول موجودين فيها منظومة فاسدة بقيادة الأربعة دول.